السلام عليكم ورحمة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم كريمة من مدينة مكناس. أنا كنمثل مدينة مكناس في الزاوية البوتيجية، وليا الشرف نكون في هذه البلاد السعيدة، وكنشكروا سيدي منير اللي تحنا الفرصة باش نتعرفوا عليهم ويتعرفوا علينا ويتعرفوا على المنتوج ديالنا، وكنشكروا لي كوتش، وكنشكروا واحد التكوين اللي شفتو اول مره لقيت درت تكوين شحال من عام، 25 عام تاع عمري، ولكن هاد التكوين اللي درتو في الزاويه البوتيجيه راه زادتني، ما نقولوش زادتني في العمر، ولكن زادتني في بزاف د الحوايج باش نستافد منهم، وكنطلب الله ان شاء الله باش نعاودوا هذا المريض هذا. المنتج ديالي هو هذا اللي هو كريمه اللي هي بحليب الاتان اللي هي غنيه عن التعريف، كريمه بحليب الاتان والجوهر الحر وزيت اللبان، زيت الهنديه، وفيها الحليب تاع اللوز تاع المشماش. هذه راه شي حاجه رائعه للوجه على حسب لي بوانوار المناطق لي سيرن بحال الحبوب بحال اي حاجه كانت في الوجه كتحيدوا هاد الكريمه هذه، ولكن كاينه بالصابونه ديالها. هذه الصابونه اللي كاينه في الكريمه كاينه في الصابونه ديالها، وانا عليها اقبال. هاد الكريمه والصابونه عليها اقبال وعلى كلشي المنتوجات اللي كندير، منها كندير طب البديل وتجميل الاعشاب. كاين هاد الغسول هذا اللي غسول، راه غسول ماشي غير ديال الشعر اللي كنا كنديروا الغسول بزاف للشعر، دابا هذا ديال الوجه، هذا كيديروه اللي كيكونوا دوشه، اما في الحمام اما في الدوش في الدار، اما هذا الليزر تاع حليب البحر والزهر، هذا ما كيبش ما كينشفش كيبقى هكا غسول طبيعي 100% بليزال والزهر. غسول بالطحالب نتاع البحر والزهر كيندار ملي بحال هكا في الدوش ملي كيبغي يخرج بنادم. المنافع اللي فيه زعما المنافع فيه غير دوك لي زالغ راه فيهم تقريبا شحال من فيتامين. راه لي زالغ انا كنشوف اول مره كنخدم بها انا في المغرب، المواد الطبيعيه ديالها بيو. انا بديتو زعما انا كنعرف، ماشي كنقول شي واحد ما كنعرفش بين شي واحد كيديرو، ولكن انا مشيت لهاد المهنه هذه لحقاش كنبغي كلشي يكون طبيعي 100%. كاين هذا الصابون البيتي، هذا الصابون البيتي طبيعي 100% خدمته انا. هذا ما فيش الزيوت بحال مثلا كيجيو يديروا الروح نتاع الزيت، ماشي كنقول زعما كنخسر المهنه ديال الصانع، انا كنديرو طبيعي 100%، فيه 17 عشبه وكاليبتوس وازير، يعني الاعشاب اللي فيه كامله صحيه. هذا كله طبيعي ما فيش حتى شي حاجه كيماويه. وكاين التبريمه ديالو حتى هما بليزار، فهمتي 17 عشبه، كاين اللي فيه ازير كاين اللي فيه كاليبتوس وفيه ليزار، فيه طحالب البحر، هذا هو. وفيه واحد الريحه ما تقدرش لا فيه ريحه زينه شميتو. وهذا كيحيد حتى لي فيرجيتي، هاد الصابون البيدي وهاد التبريمه كتحيد ديك الشراطه ديال الكرش. وهذا تقدري تهضري لنا على هذا ما فيش توتيه، هذا كيندار مع فازلين نتاع الحامض، كيندار فازلين تاع 10 دراهم ولا 20 درهم، كتخلطي معلقه صغيره معلقه صغيره مع كابسه فازلين ديال فازلين، وغادي تحركيه مزيان، ومن بعد كتحتفظي بهذا عاوتاني مين تبغي تكمل لك البواطه ديري بواطه اخرى. هذا كنديرو حتى المناطق ما كنديرش ديودورون، يعني لمن يصلح بالضبط هذا بلاص ديودورون بلاص سلك اللي كنديرو مثلا كيتندر تحت الابط ما يخليش ديك الرائحه الكريهه، ولكن مزيان حتى الكحوليه اللي كتكون تحت البيطان. وشنو فيه هذا؟ ومن بعد الا بغيتي ديري بحال مثلا ديري مثلا في السبرديله، بحال مثلا كديري الغبره كدير حتى في بلاصه التقاشر، ملي يكون دابا غادي السبرديله ولا شي صباط ولا كيدير واحد شويه ديال هذا البرودوي هذا هاد الغبره هذه، وكيديرها في وسط التقاشر بالسبرديله، واخا يقعد حتى عام ديك السبرديله ما تصدقش كتبقى ديك الريحه، ما تبقاش ديك الريحه. واه يعني هذا وشنو فيه يعني باش التذكير؟ فيه واحد العشبه سميتها تندره، وفيه شويه ديال الشبه وشويه ديال المسك، المسك وتندره والشبه،
يعني طبيعي، داكشي طبيعي بدون مواد كيماويه. هذا شامبوان بلي فروي روج بالفواكه الحمراء، العسل الحره. العسل الحره والفواكه الحمراء. شامبوان هذاك لمن يصلح؟ هذا يصلح للشعر اللي يكون ناشف ولا مندم، ولا بحال مثلا كيتقرد، ولا ديك الزغبه كتحل هكا، وحده زغبه وحده كتفرق على جوج. وكنتي وريتيني واحد الشامبوان ديال تساقط الشعر. هذا ابخي شامبوان بالحليب ديال الاتان حتى هو، والكولاجين والمخ تاع العظم تاع البقري هذا، وفيه زيت لوبانتار. هذا الديميلور. هذا بحال درتي الترطيبه طبيعيه. وكاين هاد العشوب، هاد العشوب هادو خصهم البلاستيك، ما خصهمش الزاج. يعني ضروري تنداروا في البلاستيك. عندك حيت الا درناها بالزاج غادي داك كاع ديال الزاج غادي يطيح اكثر من تخلطي مع الزيت البلدي، حيت كيحل المسامات نتاع الشعر نتاع الراس باش كيخرج داك الشعر اللي كيكون ميت. عندك هذه فيها 92 عشبه، وفيها 7 الزيوت الاساسيه، وفيها المخ حتى هي الكولاجين، فيها المخ تاع العظم تاع البقري تاع يعني كلها طبيعيه ومفيده. هذه بحال مثلا اللي بغى يخلطها كامله بالزيت البلديه البياج، ديك ما فيهاش الملحه الذكر، اللي بغى يخليها هكا كل سيمانه يدير شويه ويدير فيها الزيت البلديه يشق بها، تقريبا بحال الرجال اللي يديروها 2 مرات في السيمانه، حنا العيالات غير خطره في السيمانه. وما كتبغيش لك حد، بحال دابا مثلا غادي ديريها واحد النهار في السيمانه، خصك لابد تكون شي شال ولا درا ولا تكون بيضه واه. من بعد ملي كتحل القرعه كنديروا بها داك الماسك لشعرنا، ومن بعد كنتسدوها ونديروها في الماء باش ما هذا الاحتفاظ ديالها. هذا الاحتفاظ ديالها. كاين هذه عاوتاني، هذه بالشحمه الجمل، زيت النعام وزيت الكابور. هذه الشقيقه الروماتيز حتى ليفاريس كتدهن. وشنو فيها؟ هذه فيها شحمه الجمل، داك ذروه الجمل، فيها زيت النعام وزيت الكابور. كاين هذا لبن الذكر. لبن الذكر هذا كيتخلط مع مورد. انا دابا تسالي لي مورد، ولكن كاين اللي كيشري هو مورد يدير فيه هذا، كيبيت غير حبات ماشي بزاف، نديرو مثلا من هذه 10 الحبات، قرعه صغيره ديال المورد. من بعد كنخليها واحد اليومين حتى كتولي حليب، كنخدها قيرش الوجه من يكون الوجه سخون، بحال مثلا انا دابا ويقدر الا ما بغاش يدير الكميه يولي على شكل بوماد. لا هذا بعدا انا كنخدم بهم كريمات، بحال الكريمه ديال الاتان راه فيها لبن الذكر، راه فيها زيت تاع لبن الذكر، ولكن مع مورد عاوتاني شي حاجه اخرى. المورد عاوتاني الا كان بان خارج برا ولا شي حاجه في الشمس ولا كيتخضر. يعني هاد الطريقه اللي قلتي مع مورد يعني اسهل وزينه. وشكرا. هذا ما كان طبيعي، بعض التمر بعض الزيتون، هذا عاوتاني طبيعي 100%. كاين الصابونه ديال النيله عاوتاني اللي هي غنيه عن التعريف. وشكرا بزاف ليك، وكنشكرك على الاستضافه ديالك. مرحبا الله يا ودي. على الاستقبال ديالك، وخراني في الرواق ديالي، انا كنراني بحال انت اللي تستقبلاني ماشي لا بارك الله فيك، مرحبا بك. والاسم تاع التعاونيه ديالك؟ عندي المقاول الذاتي. عندك المقاول الذاتي. وهما الشواهد راه عندي 3 ديبلوم، عندي 3 ديبلومات 167 شهاده. هادو غير الاولين، ولكن راه كاين الملف راه فيه. لا تبارك الله، يعني الشهادات يعطيو الحق ديالك. كنشكروا هاد الناس هادو نتاع هاد المنطقه هادو نتاع مداغ، وكنشكروا سيدي منير اللي متحنا الفرصه باش نحضروا، وانا جيت سعيده في هاد البلاد السعيده، وكنتمنى لهم الصحه والعافيه. كنشكر لي كوتش اللي داروا لنا تكوين، اساتذه كبار عمالقه في التكوينات، والحمد لله استفدنا بزاف انا والجروب كاع اللي في هذا المعرض هذا. وكنتمنى نعاودوا هذا المعرض ان شاء الله بحول الله. العمر ديال سيدي منير اللي تحنا فرصه باش نبقاو نجيو نشوفوه ان شاء الله يا ربي. شكرا والله يسهل الامور ان شاء الله يا ربي.